ماما كانت خدامة عند واحد السيدة سنين طويلة، ربات ليها بناتها، وقفات معاهم حتى كبروا، قراو وتوظفوا الحمد لله. هاد السيدة كانت كل عام كتمشي دير العمرة، وماما كتبقى في الدار كتسهر على كل شي حتى يرجعوا على خير. واحد النهار اتفقات السيدة مع راجلها وقالوا لماما: عندنا ليك واحد المفاجأة، راك دابا بحال وحدة منا، وشفناك إنسانة متدينة، وباغيين العام الجاي إن شاء الله بإذن الله نديوك معنا للعمرة. ماما ملي سمعت هاد الكلام فرحات، فرحة ما كتوصفش، لدرجة بكات، صلات ودعات الله غير يوصلها تشوف داك المقام العظيم. وملي قرب رمضان ولات متحمسة بزاف، حتى بدات كتوجد اللباس الأبيض ديالها وتوجد راسها للسفر. ولكن تفاجأت بأنهم كيوجدوا لوازم السفر وما قالوا ليها والو. سكتات، ما هدراتش، وبقات غير كتسنى حتى جا نهار السفر. خداو بناتهم ومشاو وخلاو ماما وراهم، متشوقة مكسورة الخاطر وحزينة بزاف. من داك النهار وماما في كل صلاة كتسجد وكتبكي، ماشي على السفر ولكن على الوعد اللي ما توفاش، وعلى القلب اللي تعلق في امل كاذب. نصيحتي لاي واحد: راه حشومة الواحد يلعب بالقلوب الضعيفة. إلا ما قدرتيش تشوفه بوعدك ما توعدش.